أنا الصحفي محمد الجنفاوي، يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا. طال عمرك، اليوم الجهرة هل محتاجة خدمات؟ طبعا الجهرة للأسف كما هو معلوم للمتابع أنها مدينة عريقة قديمة جدا، يعني معركة ذات السلاسل كاظمة، هذا تاريخ الضارب. حتى الصبية مليئة بالآثار اللي أخيرا كشف عنها، هي مدينة العبيد اللي تراوح مدى الزمني فيها حوالي 8000 عام، وهذا منشور طبعا. لكن للأسف لا يوجد هناك يعني متحف يضم هذه الأمان ويحميها، أيضا يحمي هذه الآثار. أيضا لا يوجد، يعني حنا مثلا قضية الشباب، يعني غالبية الشعب الكويتي سواء بالجهرة وعموما الكويت أن حوالي 70% تحت 30 عام، فما في مرافق يقضي الشباب وقته. فهنا يدخل مداخل خطايا السرعة الجنونية للأسف اللي تزهق الأرواح والخسائر المادية. أيضا آفة المخدرات، وخاصة أن البلد والمنطقة عموما مستهدفة من تجار المخدرات للوفرة المالية والأمور الأخرى. فأي شيء ما تمليه كما الحفر ما تمليها بزهور أو زراعة تملى بأشياء سلبية للأسف، والجهرة فعلا محتاجة مع وجود، يعني ونشكر الحكومة ونشكر القائمين على مدينة المحركات الكويتية. لكن للأسف، وهذا ليس أول مرة، أنا كتبت عنها كذا مرة، أن للأسف ما في إعلام عليها، ما في إعلام يوضح وجود هذا المرفق المهم العالمي اللي فيه جميع ما يحتاج الشباب. يعني أنا شخصيا السيارة هي وسيلة نقل، لكن في كل إنسان له قناعات وله أفكار. توفير البديل أيضا تشدد بالقانون، أن يكون هناك قانون رادع اللي مثلا ما يحترم قواعد المرور، السرعة الجنونية، عدم استعمال الإشارة الضوئية التي اخترعت لسبب أكيد. أعتقد هذا الأمر يحتاج قرار من ناحية الحكومة أنها تشدد قوانين، يعني خاصة وزير الداخلية الحالي اللي قائم مجهود يشكر عليه حقيقة. لكن القوانين أعتقد مجلس الأمة في البعض منهم، لا أقول كلهم، في البعض منهم هم عقبة. يعني كما تصريح آخر أحد المسؤولين في الداخلية قال إحنا قدمنا عقوبات رادعة حتى زيادة الغرامات والحوادث المميتة، لكن للأسف مجلس الأمة يحبطها أو يسقطها أو يتركها في الأدراج. فلذلك المسؤولية عليهم، خاصة الأحداث اللي حدثت فيها يعني هي اعتبارها أداة قتل يعني للأسف. يعني فنتمنى أن يكون هناك قانون رادع يقدم حلول لهذه المشكلة الخطيرة، لأن الناس إذا ما ردعها قانون للأسف حيصبح الأمر فوضى يعني.